ما لحقتش اقيم الليل ولا اختم القرآن ولا اعمل اللي كنت ناوية عليه في رمضان. استني لحظة، كفاياكي لوم وتأنيب ضمير. رمضان لسه مخلصش، ولسه قدامنا فرصة ممكن تغير رمضان كله، ويمكن كمان تكون سبب في إن احنا نفوز بليلة القدر بإذن الله. خلينا نحاول نستدرك اللي فات بثلاث عبادات بسيطة جدا. أول عبادة سهلة جدا لكن أجرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابها إنهم سبقوا، وهي الذكر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والحوقلة، خليهم على لسانك طول اليوم، وانت في المواصلات وانت في البيت وانت في الشغل. الخطوة التانية، لو حاسة ان قيام الليل صعب او مش قادرة انك تقومي ساعات طويلة، ركزي بس على ركعة واحدة، ركعة الوتر. خلي يومك ما يعديش غير وانتي مصلية ركعة الوتر بنية قيام الليل، وادعي ربنا سبحانه وتعالى فيها بخيرات الدنيا والآخرة. الخطوة التالتة، ودي حاجة كتير مننا بيقع فيها، بنحسبها كده ونقول أنا مش هلحق أختم المصحف، فنقوم نترك قراءة القرآن خالص فيما تبقى من رمضان، مع إن أجر القراءة في رمضان وبالذات في العشر الأواخر سبحان الله مضاعف، وممكن تكون صفحة واحدة بس سبب إن ميزان حسناتنا يرجح يوم القيامة بإذن الله. عشان كده حتى لو ملحقتيش تختمي، اقرأي كل يوم ولو صفحة. ممكن عبادة واحدة بسيطة تغير رمضان كله. ما تخليش فكرة الكمال والمثالية تضيع منك اللي باقي من رمضان. رمضان لسه مخلصش،